يا صديقي يا هلا بالعودة. حلقة النهاردة هتكون عن مخرج مميز جدا. بس قبل ما نبدأ الحلقة عايزك توقف الفيديو وتقول لنا تحت في الكومنت اسم أفضل أفلام مصرية أنت سمعتها من سنة 2000 لحد النهاردة. 2 seconds later. نزلت وكتبت الأفلام اللي أنت بتحبها من سنة 2000 لسنة 2024. لازم ولا بد تكتب اسم فيلم للمخرج العبقري مروان حامد. فحلقة النهاردة هتكون عن إزاي مروان حامد قدر يغير السينما المصرية في آخر 24 سنة. مخرج أعماله دايما محل جدل ونقاش عن حاجة طبيعية. بداية مروان حامد كانت في سنة 2001 لما عمل فيلم ليلي. قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن إمام مسجد اللي هو عمرو واكد هيتعين في مسجد في حي البطنية في القاهرة، والمكان ده كله مدمنين مخدرات ومفيش ناس كتير بتصلي، فبيحاول البطل انه يقنعهم ان هم يصلوا وفعلا الناس تبدا تروح المسجد. فالمهم الشيخ بيشوف بنت اسمها ليلي وبسببها بيدخل في صراع اخلاقي وصراع نفسي، صراع بين الايمان والفضيله، ولكن للاسف شهوته بتغلب ايمانه. وناس كتير بتعتبر ان الفيلم ده بيهاجم الاسلام والمسلمين وبيسيء ليهم، وتم منع الفيلم من العرض. واعتقد ان مقصد مروان حامد من الفيلم انه يوضح لك صراع الايمان والفضيله من وجهه نظر مروان حامد، صراع بين الخير والشر في مجتمعنا العربي. والفيلم متاخد من قصه قصيره للكاتب يوسف ادريس. سبحانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحمك. بعدها في سنة 2006 يعمل أهم فيلم في تاريخه، فيلم عمارة يعقوبيان. برغم إن مروان حامد لما عمل الفيلم ده كان عمره 27 سنة بس، لكن عد معايا مين اللي كان في الفيلم: عادل إمام ونور الشريف وأحمد بدير وهند صبري وأحمد راتب وخالد الصاوي. وخالد الصاوي في الفيلم ده قال إن ده أفضل عمل في مسيرته، وهقول لك ليه بس قدام شوية. ومحمد إمام اللي برضه يعتبر ده أفضل عمل درامي محمد إمام عمله في مسيرته كلها، وسمية الخشاب ويسرا وخالد صالح وباسم سمرة وإسعاد يونس وطلعت زكريا. فيلم من كتر نجاحه لما نزل خد عنوان أضخم ميزانية لفيلم اتعمل في تاريخ السينما المصرية، بإيرادات تجاوزت 19 مليون جنيه، وده رقم كبير جدا وقتها. عشان تتخيل الرقم، 19 مليون جنيه في الوقت ده زي 100 مليون جنيه النهارده. وفي سنة 2013 اتحط في قائمة أهم 100 فيلم عربي. وبرغم ان العمل كان فيه اسماء كتيره جدا ضخمه، ولكن كل واحد خد دوره ولعبه صح، ومفيش اي ممثل خد مساحه اكبر من ممثل تاني، ودي حاجه مش اي مخرج يعملها، وتوريك قد ايه مروان حامد كان مخرج عبقري. يحيى الفخراني كان في الفيلم برضه، كان هو اللي بيحكي قصه الفيلم باختصار. لا انا بهزر طبعا يا زوز، انت مش عايزني احرق لك اهم فيلم في اخر 20 سنه. نرجع لنقطه ليه خالد صالح شايف ان ده اقرب فيلم لقلبه او اكتر فيلم حبه، وشايف برضه ان ده يعتبر واحد من اهم الافلام في مسيرته. وفعلا بعيدا عن الفيلم كان قوي وكان يعتبر فعلا من اهم الافلام في مسيرته، ولكن خالد صالح في ادائه في الفيلم ده كان عبقري جدا. هتقول لي طب ما ده العادي بتاع خالد صالح، هقول لك اتقل وركز معايا. خالد صالح في الفتره دي ما كانش معروف قوي ولا واخد نفس الشعبيه بتاعه نور الشريف، فانه يعمل الاداء ده قدام نور الشريف ويخلي نور الشريف نفسه ما يكونش قادر يجاريه في الحوار، فده يوريك قد ايه خالد صالح ممثل مميز جدا. وخدمة أهل المنطقة اللي فيها شغلي، وقلت أرشح نفسي في إيدك نقرا الفاتحة. الاسبوع اللي جاي الفلوس تكون هنا كاش. يا اخي ولا عادل امام ابن الباشا، الشخصيه اللي خلتنا كلنا نتعاطف معاه. وعادل امام عمل افضل دور درامي في اخر 20 سنه، يعني من سنه 2000 لحد النهارده عادل امام ما عملش دور افضل من الدور اللي عمله في فيلم عمارة يعقوبيان. انت اللي لعبت بديلك. إزاي فات إنك أنت قواد؟ مش هحرق لك اي حاجه في الفيلم، ادخل اتفرج عليه وصدقني مش هتندم. والموسيقى التصويريه في الفيلم كانت جميله جدا. وبعدها بسنه عملوا مسلسل عماره يعقوبيان، لكن المسلسل ما نجحش نفس النجاح اللي الفيلم عمله، بسبب ان كان في مسلسلات كتيره جدا اتعملت في نفس السنه وكانت اقوى من المسلسل ده. وتاني فيلم سينمائي ليه كان ملحمه ابراهيم الابيض، وانا بقول عليه ملحمه لانه كان كده فعلا. فيلم بطوله احمد السقا وعمرو واكد ومحمود عبد العزيز وهند صبري. اكتر حاجه زعلتني في الفيلم انهم حذفوا لمشاهد عن باسم سمره ومشاهد عن حياه عبد الملك زرزور، وانا هحكي لكم في حلقه النهارده. بص يا صاحبي، باسم سمره كان طالع بدور البلطجي اللي ساعد في قتل ابو ابراهيم، فلما خرج من السجن ابراهيم حاول يقتله، وهم واقفين على السطح ابراهيم كان ماسكه وبيقول له اترجاني علشان اعفو عن حياتك واسيبك تعيش، لكن المعلم مهدي بيرفض ده علشان عزه نفسه بتمنعه انه يعمل حاجه زي كده، والمعلم مهدي بيموت. اما بالنسبه لقصه عبد الملك زرزور فدي قصه جميله جدا وكان نفسي نشوفها في الفيلم. بص يا سيدي، عبد الملك زرزور كان فتوه في زمن نهايه الفتوات، فقرر ان هو يتجوز واحده اسمها نور القلوب علشان يورث الفلوس بتاعتها،
نور القلوب كان عندها اخوات صبيان كتير جدا، كان عددهم حوالي 12 اخ، كان كلهم صبيان وكانت هي البنت الوحيده اللي فيهم. فعبد الملك زرزور لما اتجوز نور القلوب اكتشف ان شكلها وحش جدا، لكنه في يوم من الايام في فرح في المنطقه بيشوف حريه، وحريه بتخطف قلبه وبترقص له رقصه خاصه، فعبد الملك زرزور بيحبها ويبدا يقابل حريه من ورا نور القلوب. نور القلوب بتعرف وبتقول لعبد الملك زرزور اقتل حريه قدامي والا هخلي اخواتي يجي يقتلوك. فعبد الملك زرزور يقرر ان هو يقتل نور القلوب قدام حريه، وهنا يجي دور سيد رجب. سيد رجب كان بيبيع الواح تلج، فقرر ان هو يساعد عبد الملك زرزور ان هو يخبي الجثه، لف الجثه بشاش ورموها وسط الواح التلج عشان الريحه بتاعتها ما تطلعش ومحدش يلاقيها، وبلغ اخواتها ان اختهم سابت رساله وهربت، وفضلوا يدوروا عليها وملقيوش نور القلوب. وعبد الملك زرزور خد ثروتها وعمل الامبراطوريه بتاعته. تعالوا نتكلم بقى شويه عن شخصيه عبد الملك زرزور. عشري في بدايه الفيلم فرش لنا شخصيه عبد الملك زرزور لما قال مفيش حد بيتنفس الا بامر من الزرازير. ده حتى محمود عبد العزيز لما اتسال عن الشخصيه قال ان الشخصيه شايفه نفسها اله وسط المنطقه، وبنظره واحده منه يعرف ايه اللي جواه. بص لشيبه وقال له روح هات الكيس يا شيبه، ما سالوش ولا حقق معاه ولا حتى حاول يشوف الموضوع من اصله، لا ده بنظره واحده منه عرف ان شيبه سرق الكيس ومخبيه، وفعلا شيبه راح يجيب الكيس برغم انه كان عارف ان فيها موته. الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف. سلام. اعتقد ان مفيش اي حد يقدر يعمل شخصيه عبد الملك زرزور الا ممثل مصري واحد بس عنده القدره والتمكن الدرامي اللي يخليه يعمل شخصيه زي عبد الملك زرزور، والكل هيتصدم لما اقول اسم الممثل ده او هيتفاجئ شويه، لكن الممثل ده هو محمد سعد. ايوه هو الممثل اللي بيعمل ادوار زي الليمبي وبوحه، هو الممثل ده اللي يقدر يعمل شخصيه زي عبد الملك زرزور. خلينا بس فاهمين ان محمد سعد اللي بيعمله ده حاجه اسمها جنون الكوميديا، واشهر ممثل بيعمل الحركه دي هو الممثل الامريكي جيم كاري، لكن محمد سعد لما خرج عن اطار الكوميديا ورانا حرفيا عبقريه واداء درامي مش هنشوف زيه تاني في حياتنا، زي اداؤه في فيلم الكنز. اعتقد انه لو خد الفرصه دراميا محمد سعد هيورينا اعمال جميله جدا. نرجع لموضوعنا، تقييم الفيلم ابراهيم الابيض هو 9/10. بعدها في سنه 2014 عمل فيلم الفيل الازرق الكاتب احمد مراد، بطوله حبيب قلبي كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ومعاهم نيلي كريم. الفيلم بيتكلم عن دكتور يحيى بعد غياب 5 سنين بيرجع لمستشفى العباسيه، وبيطلبوا من الدكتور يحيى تقرير عن مريض، وبيكتشف ان المريض ده هو صاحبه دكتور شريف الكردي. والاحداث بتمشي بتصاعد جميل قوي، وخالد صالح كان اداؤه قوي جدا في الفيلم ده، وتقييم الفيلم هو 8/10. بعدها عمل فيلم الاصليين سنه 2017. القصه باختصار الفيلم بيتكلم عن سمير عليوه رب اسره بيتفصل من شغله وما يكونش عارف هيقول لاهله ازاي انه اتفصل، ويلاقي قدام بيته صندوق فيه هاتف عليه صور وفيديوهات لحياته، ومن اللحظه دي حياته كلها بتتغير. كتير ما فهمش الفيلم، لكن اكتر حاجه عجبتني هي الرسومات او اللوحات او الكادرات اللي مروان حامد عملها. مروان حامد كان كل كادر في الفيلم ده تحس انه عباره عن لوحه فنيه، بيفكرني بفيلم باري لندن للمخرج العبقري ستانلي كوبريك. وبالمناسبه عملنا حلقه عن المخرج ستانلي كوبريك، هتلاقي اللينك بتاعها في الوصف تحت. ماجد الكدواني وخالد الصاوي في الفيلم كان جميل جدا، وتقييم الفيلم هو 7.5/10، وانصحك انك تسمع الفيلم وتركز فيه لان الفيلم جميل جدا. بعدها في سنه 2018 عمل فيلم تراب الماس. القصه باختصار بتتكلم عن طه حسين، شاب شغال في صيدليه، بيتفاجئ ان ابوه اتقتل بطريقه غريبه، وبيلاقي المذكرات بتاعته اللي بتتكلم عن قصه حياه ابوه واسرار كتير ما كانش يعرفها عنه. الفيلم هيكون ليه مراجعه في المستقبل، فمش هحرق عنه اي حاجه ومش هقول عنه اي حاجه، كل اللي هقوله لك انك تسمع الفيلم ده دلوقتي. هو فيلم جميل جدا، وتقييم الفيلم ده هو 8.5/10. بعدها في 2019 عمل فيلم الفيل الازرق 2، وفي 2022 عمل فيلم كيرة والجن، الفيلم اللي بيتكلم عن النضال ضد الاحتلال البريطاني. كريم عبد العزيز واحمد عز في الفيلم عملوا اداء رائع جدا، تقييم الفيلم هو 8.5/10. وشارك في عمل مسلسل لحظات حرجه اللي اتعمل سنه 2006. المسلسل ده بيتكلم عن الحاجات اللي بتحصل في المستشفيات ما بين المرضى والدكاتره والقصص المؤثره. شارك في عمل حلقتين بس في المسلسل ده، وشارك مع الكاتب احمد مراد في عمل 5 افلام: الفيل الازرق 1 و2، وفيلم الاصليين، وفيلم تراب الماس، وفيلم كيرة والجن. وبعد سلسله النجاحات دي كلها اعتقد انت فهمت ليه وازاي مروان حامد غير السينما المصريه. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيساعد. ولو في اي فيلم من اخراج مروان حامد عايزين نعمل عنه مراجعه في المستقبل تقدر تقول تحت برضه في الكومنت، ولو عندك اي سؤال قول برضه في الكومنت.